تحليليا ملان حلل المباراة أفضل مني، لكن كنت بدي أنوه على قصة التعليق. صراحة النتيجة خرافية، لكن شغلي وختامها مسك. الدوري السعودي الآن بنظري هو الدوري الثالث عالميا، ولولا ريال مدريد وبرشلونة بإسبانيا لحطيته الدوري الثاني عالميا والله بنظري. بداية قبل الفيديو سؤال للمتابعين: من هو أفضل معلق عندك في الدوري السعودي بالوقت الحالي؟ والسؤال الثاني بتمنى تجاوب طبعا عليه بالكومنت. والسؤال الثاني: من هو أفضل معلق عندك عربي في العالم بكل الدوريات الخمس الكبرى؟ حتى لو مثلا ما بيعلق على دوري، مثلا فارس عوض بيعلقش على الدوري الإنجليزي، تقدر تضمه. المهم المعلق، لو انه انت اتيحت لك الفرصة هذا المعلق يعلق. من هو أفضل معلق في الدوريات الخمس الكبرى؟ جاوبنا على السؤال تحت. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة عن مباراة الاهلي والنصر، تحليل ورؤية بعيدة لما يحصل. شوفوا يا اخوان، بكيت نقتنع في شغلة، انه التعليق بيعمل لك جو، انه التعليق بيعمل لك روح بحد ذاتها، انه التعليق بيعمل لك قوة وصخب وجماهيرية. لهذا السبب في جمهور في الملعب. الجمهور شو وظيفته؟ يشجع يعني يعلق، يعمل ردة فعل، يسحج او يزكف او يغني او يركض الى اخره، اي شيء يعمل دوشه معينه اللي الفريق منها ياخذ القوه والدعم ولا يكمل مسيره. كذلك المشاهد في البيت محتاج لهذا الصخب من المعلق. يعني ببساطه لما معلق بلش لك مرحبا السلام عليكم شو الاخبار، غير عن معلق بلش لك اهلا وسهلا اعزائي المتابعين اعزائي المشاهدين، الصوت يختلف، نبرة الصوت، مخارج الحروف، اللغة، الطريقة بإيصال الفكرة، انتقاء الكلمات، كل هذا له أثر في كرة القدم. تخيل عزيزي 4-3 خلصت المباراة وبكده تخلص 5-4 وإلى آخره. تخيل ممكن يكب هاي المباراة 10 جوال. كل ما لفتني فيها ويلفتني فيها هو فقط معلق فارس عوض. ليش؟ ببساطة تخيل يكون معلق ثاني، حتى لو انت معلق ثاني بتحبه عن جد خذها بعين الاعتبار، مع الشعبيه الموجوده عند فارس العوض من وقت ما انشهر باخر فتره بتعليق زيلينسكي، يا سلام، الموسم اللي قبل طبعا هو معروف عند الكل بالتعليقات القديمه، لكن تعليق مره واحده رجعه على الساحه الاعلاميه ورجع الان للدوري السعودي. تخيل عزيزي المتابع بفتره من الفترات رونالدو هاي بانتقال الدوري السعودي مات حرفيا من التصريحات، بكاش حدا يمدحه في ظل مشاكل الفيفا عليه والى اخره. فرجع فارس عوض اعطاه تعليق، احيا اللاعب من جديد عند المشاهدين. هذا بحد ذاته كفيل يقول لك قديش التعليق شيء خرافي. بالنسبه لي هذا افضل تحليل على المباراه، انك تسمع تعليق لفارس عوض عن ايتها مباراه في الدوري السعودي، والاخص عن الدون وعن النصر. فهي بصوره سريعه المعلق احيا المباراه، المعلق رد لنا الروح كجماهير في هاي المباراة، مباراة النصر الأولى، لما كله فارس عوض لرونالدو: هكذا استقبلتني يا رونالدو، كل الأهداف لك ولهم إلا هذا الهدف لي. فكان شيء خرافي يا إخوان. تحليليا وبصورة سريعة خرافية. الفريقين الأهلي والنصر يعانون من مشاكل دفاعية صراحة برزت أكثرها، وهذا بسبب العطاء الهجومي والزخم الهجومي. شفت في بداية المباراة بالرغم من النصر متقدم هجوميا كان أفضل ودفاعيا حتى كان أفضل بالبداية أول ثلث ساعة، إلا إنه في فراغات ما بقت بين خط الوسط والدفاع، في مساحات خرافية صراحة، وعندهم نوعا ما بطء في الرجوع. الوحيد اللي كان من قدام يرجع ويقاتل لورا بصورة كل المباراة، يعني خلينا نقول تاليسكا أفضل واحد كان في الرجوع في الدفاع. كذلك الأهلي كان محرز لحظات يختفي لحظات يظهر. فيرمينيو نهائيا اختفى في ربع ساعة فقط ظهر فيها كتحركات يعمل مجالات لأصحابه، صراحة كان يأخذ لاعبين بدون طابة. هاي أكثر شيء لفتني في المباراة. إذا بدنا نعطي شيء إيجابي عن فيرمينيو هو فقط تحركات فيرمينيو مش أكثر، لكن محرز كان يظهر ويختفي لأن الشوط الثاني كان هو رجل اللقاء. ماكسيمين اتوقع كان بحاجه لدعم من المدرب اكثر ليعطي ازيد في هاي المباراه ويضموا له الروح ازيد، لانه ماكسيمين قدر شو بده يعطي، لكن بطبيعه الاحوال كان مختفي. اداره المباراه من مدرب الاهلي لم تكن جيده صراحه، بينما اداره المباراه من مدرب النصر افضل، بس برضه لم تكن جيده بصوره افضل من اداره مدرب الاهلي. شيء بسيط صراحه. لا يقدر يعمل تغيير مثلا مدرب النصر في دخول عبد الرحمن غريب ويلعب ب 4-2-3-1 يخلي تاليسكا وساديو ماني، وتاليسكا صانع العاب وكريستيانو رونالدو مركز 9. تحليليا ملان حلل المباراه افضل مني، لكن كنت بدي انوه على قصه التعليق. صراحه النتيجه خرافيه، لكن شغلي وختامها مسك. الدوري السعودي الان بنظري هو الدوري الثالث عالميا، ولولا ريال مدريد وبرشلونة بإسبانيا لحطيته الدوري الثاني عالميا والله بنظري. بتفاجئوا وبصر ايش شو بتخرف. نعم بنظري انا كمشجع الدوري الثاني عالميا. وعندنا حلقة ان شاء الله لقدام كيف الدوري السعودي دخل مصاري لليوتيوبرز الاجانب، وكيف الدوري السعودي اليوتيوبرز الاجانب اليوم بيستغلوا محتوى مصاري ونقود لهم، وبنفس الوقت محتوى عن رونالدو ومبسوطين فيه، وقنوات بلشت من الصفر بس عن رونالدو هاي السنة وكيف كبرت. راح اعطيكم ان شاء الله في الحلقات القادمة
ردة فعل عن هاي الأمور أنا اللي لاحظته وراقبته. بتمنى تعطوني لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا الصلاة على النبي. السلام عليكم.